استراليا إذا فاز على تونس هدف مقابل لا شيء. ننتظر مباراة فرنسا الدنمارك، والمنتخب الفرنسي والأسترالي في الصدارة بثلاثة نقاط. الدنمارك تونس نقطة واحدة. النقطة واحدة لتونس تكون كافية مش كافية. ننتظر مباراة فرنسا، لابد أن نمشي بالمراحل، يعني أولا مباراة فرنسا والدنمارك، ثم لكل حادث حديث. هارد لك للمنتخب التونسي، مبروك المنتخب الاسترالي بهذا الانتصار. المنتخب التونسي كان افضل في الشوط الثاني، لكن هذا غير كافي حسب المحللين. وطبعا الفوز ثمين بحضور كايل نجم الكرة الأسترالية. خيبة أمل كبيرة للجماهير التونسية، كبيرة يعني كلمة كبيرة. يعني المنتخب التونسي أدى اللي عليه في الشوط، خاصة في الشوط الثاني. في الشوط الأول صحيح، وأن الشوط الأول كان سيء، لكن الشوط الثاني أفضل بكثير. ما كان ينقص المنتخب التونسي إلا تعديل النتيجة، وفي النهاية الانتصار كان للمنتخب الأسترالي. حاتم، هذه خسارة، لكن يعني مثل ما قال طارق وقلت أنه تونس واستراليا نفس المستوى، لكن جاء الهدف مبكر بعثر كل الأوراق للمنتخب التونسي. هو حقيقة أنا كنت متخوف من المباراة، ولذلك قلت لك قبل المباراة 50-50، لأنه أعلم مثل هذه المباريات تكون صعبة على المستوى الذهني بالنسبة للاعبين وبالنسبة للمدرب. الجماهير متحسرة، من حقها أن تتحسر بعد ما شاهدت أداء منتخبنا في المباراة الأولى، ويعلموا أنه لو حققنا 3 نقاط يعني فرصة تونس تصبح كبيرة للمرور إلى الدور الثاني، كأول مرة في التاريخ تمر إلى الدور الثاني. لكن في بعض الأحيان أنه أنت تتمنى شيء لا تنزل في يومك الذي كنت عليه، وهذا وارد في كرة القدم. حقيقة اليوم نتكلم على جلال القادري كمدرب، تفاعل بشكل إيجابي في الشوط الثاني، قام بإخراج دراجة، غير فريق ال 4-2-3-1، تغير الفريق واسلوب الفريق، وكان يريد ان يرحل. لكن انا شاهدنا كشريده تدخل في دقيقه 73 مكان براون، والاضافه الذي قدمها. وانا لغايه الان انا دائما كنت اتكلم على كشريده سابقا، وانا حسب رايي انه كشريده افضل ظهير ايمن موجود عندنا في تونس، كان غائب على القائمه ثم استعاد. كان يستحق ان ياخذ اكثر وقت، لانه هذا اللاعب على المستوى الفني المستوى المهاري امكانياته اعلى من دراجر، وشاهدنا كذلك على المستوى حتى الدفاعي لما يكون الفريق هذا اللاعب قادر ان يتطور ويصبح افضل. هذا كدراج. شاهدنا السيسي دخل كلاعب ارتكاز، ثم الخزري، ثم الخنيسي في اخر المباراه ما كان اجباري. حقيقه احنا ما قامت به استراليا اليوم كما قلنا به احنا في اول مباراه. استراليا في الثنائيات هم الاول على الكره، استراليا في الكرات الثانيه هم الاول على الكره، استراليا في الكرات الثابته هم الاول، لم نتفوق عليهم في الكره. وهذا يعطيك انه كانوا جاهزين للمباراه وجهزوا مباراتهم بشكل جيد، وكان يبحث 3 نقاط، نال سجل هدف وحافظ على هذا الهدف. اذا سنلوم انفسنا، اكيد انه حسره كبيره للاعبين، ولا نريد حسره كبيره للاعبين. لماذا؟ لان هذه فرصه تاريخيه، كانت فرصه. نحن كنقاط لا تزال عندنا فرصه، لا تزال موجوده الفرصه، موجوده حسابيا لا تزال، لكن احنا اليوم فرطنا في الاسئله. اكيد حسابيا لا يزال، لكن اليوم هشام منطقيا انت فرطت في المباراه الاسهل. اليوم انت فرطت في استراليا وتبحث على فرنسا، الانتصار على فرنسا، حتى وان لعبت فرنسا بالفريق الثاني. شاهدنا فرنسا كانت متاخره هدف لصفر. احنا قلنا مش معنى ان استراليا انهزمت امام فرنسا بنتيجه عريضه يعني هو صحيح. منتخب ضعيف، لا هو منتخب اقل منا امكانيات، لكن كان اجهز منه في المباراه. نحن افضل من استراليا.